ازيكم عاملين ايه؟ داخلين على رمضان وسؤال كل سنه، هل الام المرضع ينفع تصوم؟ في الحقيقه الاجابه الام المرضع ينفع تصوم لكن بشروط معينه. يعني لو ام عندها امراض مزمنه مثلا دي مش هينفع تصوم، ام عندها نقص في الحليب مش هينفع تصوم، كده دايما عارفه انك عندك رخصه انك تفطري. لكن ام بقى ما عندهاش مشاكل خالص ينفع تصوم لكن بشروط معينه. اللي هي ايه؟ لو خلال نهار رمضان ظهر عليكي اي اعراض زي دوخه، تعب، ارهاق هتفطري. لو ظهر اي علامات جفاف عليكي زي ان البول بتاعك بقى غامق او ان انت بدات تحسي انك مش قادره تكملي صيام هتفطري. ظهر علامات على البيبي تقولي ان عنده جفاف هتفطري، زي ان عياط متواصل، ما بيشبعش، البول بتاع البيبي غامق او في بقعه اورنج او نحاسي او بينك او بقعه زي الصدى، دي علامات جفاف. خلي بالك من اكلك لو قررت ان انت تصومي. هتعجلي بالفطار، بلاش سكريات كتير على الفطار، خليكي اكتر في النشويات المعقده، يكون في سناكس ما بين الفطار وما بين السحور، وارجوكوا بلاش الحلويات، الحاجات المالحه والحوادق ارجوكوا بلاش، والسحور يكون على اخر وقت، وخلي دايما سحورك فيه زي العيش الاسمر، الفول، الحاجات اللي بتشبع وبتقعد فتره طويله. ونزود البروتين مهم جدا، وخلي على السحور يكون في بيض، وخلي دايما فيه يكون في بروتين موجود على الفطار. حاولي تخلي كل الاعمال المجهده لبعد الفطار، ما تعمليهاش بالنهار عشان ما تستهلكش كل طاقتك اللي انت محتاجاها في انتاج اللبن. وحاولي تزودي من المشروبات اللي بتزود انتاج اللبن زي اليانسون والشمر والشعير والحلبه والمورينجا. كل سنه وانت طيب.